بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة زي عادتنا. ده عبارة عن كيلو كرشة بنتنضف وبندعكه بالملح والدقيق عشان اي زفرة منه تضيع قبل ما نبتدي نشتغل فيه. كده قطعنا الكرشة وحطيناها في الحلة وحطيناها على النار. نحط عليها زر ورد، حبهان، حبهان، البصل طبعا. دي مش كل البصل اللي احنا هنحطه، احنا لسه هنحط تاني. دي ده مبدئيا عشان ايه؟ نشوحها فيهم الاول قبل ما نشتغل فيها. ورقتين لورا، فلفل اسمر، بس ونوطي عليها نسيبها بقى تبق ميتها ونتشوح وبعدين نكمل. هنا لما بكت الميه بتاعتها نبتدي بقى نقلبها، نديها تقليبه كده. شايفين حضراتكم الميه بتاعتها بيضه ازاي؟ لان هي بتنضفها كويس. واللي عليها ده زر الورد، ده زر الورد. زر الورد ده من التوابل الحاجات اللي فيها زيوت عطريه وبيدي ريحه جميله جدا. هنا شربت الميه واتشوحت، ما بقاش فيها ميه خالص اهي، ما بقاش فيها ميه. حطينا بقى ميه من الكاتل سخنه عشان تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا لسه ما داخله في السوا اهيت، هنصبر عليها لما تستوي تماما. خلاص هي داخله الكرشه في السوا. نحط البصل بقى، نحط البصل الشرايح عليها. البصل طبعا بنكتر الكميه لانه بيسكر الاكل وبيديله تعسيله جميله كده. يعني انا عن نفسي بسم الله ما شاء الله حاطه 8 بصلات متوسطين نغطي عليهم. طبعا كده البصل دبل معانا وهي ما شاء الله داخله في السوا. بصوا ما شاء الله البصل قد ايه، ده بيديها خليها سكر كده. طبعا احنا عارفين ان الطماطم غاليه اليومين دول، واحنا لازم طبعا بنقول الاكله اقتصاديه وعلى قد الايد، فعندنا طماطم مسبكينها قبل كده. هنحط ايه؟ حته منها على دي متفرزه. ايام ما الطماطم كانت ارخص من كده، كانت ب6.5 بصراحه. حط لهم معلقه اكل سكر، نحط لها 4-5 فصوص توم، نحط شطه حسب الرغبه، نحط ملح. هي كده الحمد لله استوت، بس نسيبها شويه مع نفسها مع الملح والشطه. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم الريحه تحفه، والطعم ما شاء الله سكر. اتمنى تجربوها. دي كده الكرشه الني في ني، ما حطيتهاش اي دهون ولا اي حاجه منها فيها. الكرشه الني في ني، اتمنى تجربوها.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. اتمنى تعجبكم وتجربوها. حاجه نضيفه من عمل ايديكم مع مطبخ اكلات منوله. لايك وشير وسبسكرايب.